لو نفسِك تعملي صوابع زينب وتطلع معاكِ زي اللي أنتِ بتشتريها من برّه بالضبط، فلازم تجربيها بالطريقة دي، علشان عاملاها معاكِ زي ما المحلات الحلوانية بيعملوها بالضبط، وهاقول لِك كمان على سر قرمشتها الخطيرة. طبعًا طريقتها سهلة جدًا وبسيطة وما بتاخدش أي وقت خالص، وبتطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي كلها، ما فيهاش أي صعوبات خالص، يعني حاجة كده سهلة جدًا وبسيطة، وهاخليكِ تنافسي بيها كل المحلات الحلوانية علشان أنتِ هتعمليها أحسن منهم ب100 مرة. يالّا بينا نحضّرها مع بعض، بس من فضلكم لسه ما اشتركش في القناة يشترك علشان اشتراكاتكم دي بتفرحني جدًا وبتدعمني وتخلّيني أعمل معاكم حاجات أحلى وأحلى. أول حاجة هنجيب طبق غويط هننزل فيه ب4 كوبايات من الدقيق، طبعًا أنا مستخدمة المَج العادي بتاع الشاي الموجود في كل بيت علشان تطلع معاكم مضبوطة 100%، وهننزل عليهم بكوب من السميد الناعم، طبعًا السميد ده هو اللي إحنا بنعمل بيه البسبوسة، وهننزل عليهم برشة بسيطة جدًا من الملح وكيس من الفانيليا، وهننزل بربع معلقة صغيرة جدًا من الخميرة، طبعًا زي ما أنتم شايفين كده إحنا بنحط حاجة بسيطة جدًا من الخميرة علشان تنفشها، حاجة بسيطة ما تكتريش خميرة علشان ما تنفش معاكِ وأنتِ بتقليها. وهننزل عليهم بمعلقة من السكر وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهننزل عليهم بربع كوباية من السمنة، طبعا ممكن تستخدمي سمنة على زيت، وهنفرك الدقيق مع السمنة لغاية لما الدقيق يتشرب كمية السمنة كلها ويبقى مفرول كده معانا بالشكل ده كده، وهننزل على المكونات دي كلها بكوباية من المية، وهنبدأ كده عجن فيهم واحدة واحدة كده لغاية لما العجينة بتاعتك تتلم معانا. طبعا المقادير اللي انا مستخدماها مقادير مظبوطة 100%، ولا تقللي في حاجة ولا تزودي في حاجة. طبعًا أنا مستخدمة المَج العادي بتاع الشاي الموجود في كل بيت، علشان تطلع معاكِ ناجحة من أول مرة. طبعًا أنا عجنت كده العجينة وطالعة معايا بالشكل ده كده، ولا هي ناشفة أوي ولا هي طرية أوي، أهم حاجة تبقى معاكِ مضبوطة. وهنسيبها ترتاح لمدة دقيقتين، اوعي تكتري عن كده علشان إحنا مش عايزينها تخمر خالص، إحنا عايزينها ترتاح بس علشان تبقى سهلة معانا لما نيجي نشكلها. وهنشكلها بقى نعملها على شكل كده دائري، وبعد كده هنعملها بالشكل ده كده على شكل طولي. واهم خطوة هنا بقى والسر كله في الخطوة دي، اهم حاجة وانتي بتشتغلي كده تكوني محضرة عندك طاسة على النار فيها زيت، علشان احنا هنعمل صوابع الزينب على طول وهننزلها في الزيت علشان مش عايزينها تخمر اصلا ولا عايزينها ترتاح، عايزين ناخدها كده وننزلها في الزيت على طول علشان ما تنفش معانا في قلب الزيت. ودي تاني خطوة هنعملها علشان تدينا الشكل الجميل زي ما احنا بنشتريها من برا بالظبط. هنجيب اي مصفى موجود عندك في البيت وهتفردي كده العجينة عليه وهتلفيه بالطريقة دي كده، بسم الله ما شاء الله عليها، طالعة زي بتاعة برّه بالضبط. المصفى ده جميل جدًا بيخلّيها طالعة معاكِ زي بتاعة برّه بالضبط. طبعًا أنا هاورّيكم طريقة تانية علشان لو مش المصفى ده متوفر عندكم، ممكن تستخدموا المصفى ده، طبعًا ده اللي بنشيل بيه البطاطس أي حاجة. الصفاية دي جميلة جدًا وبتديكم شكل جميل، زي ما أنتم شايفين كده هنفرد العجينة عليها وهنلفها بالطريقة دي كده، طبعًا ما فيش أسهل من كده ولا أبسط من كده. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليها طالعة شكلها جميل جدًا، بس أنا طبعًا كمّلت العجينة بتاعتي على المصفى الأولاني علشان بيديني الشكل المضبوط زي ما إحنا بنشتريه من برّه بالضبط. وأهم خطوة هنا وأنتِ بتشكّلي العجينة أول ما تشكّليها كده هتنزلي بيها في الزيت على طول، أهم حاجة الزيت بتاعِك يبقى على درجة حرارة متوسطة. علشان لو الزيت بتاعِك سخن جامد صوابع الزينب بتاعتِك هتتحمر من برّه وهتفضل عجينة من جوّه، فأهم حاجة زي ما قُلت لِك الزيت بتاعِك يبقى على درجة حرارة متوسطة علشان تتحمر معاكِ براحتها وتاخد لون دهبي وجميل، وتبقى معاكِ مقرمشة من برّه ومن جوّه وتبقى مستوية كده من جوّه. وطبعًا لمّا تتحمر كده هنقلبها على الوش التاني لغاية لمّا تدينا لون دهبي وجميل بالشكل اللي أنا هاوريه لكم كده دلوقتي. وأهم حاجة بقى لنجاح صوابع زينب إنِّك أول ما بتشكّليها بتقليها على طول، يعني العجينة اللي أنتِ بتشكّليها بتنزلي على طول في الزيت، علشان لو سِبتيها شوية هتنفش معاكِ في الزيت. وطبعًا لمّا تتحمّر كده على الجنب ده هنقلبها على الجنب التاني لغاية لمّا تتحمّر معانا وتدّينا اللون الدهبي الجميل ده كده، وبعد كده هنشيلها في مصفى، طبعًا هنصفّيها الأول، وهنعمل كمية صوابع زينب اللي معانا كلّها بالطريقة دي، طبعًا ما فيش أسهل من كده ولا أبسط من كده. طبعًا أنا كمّلت العجينة اللي معايا كلّها بالطريقة دي كده وأنا واقفة على البوتاجاز كنت باشكّل وكنت بانزل في الزيت على طول. لغاية لمّا عملت الكمية اللي معايا كلّها وبسم الله ما شاء الله عليها، ده كان شكلها جميل جدًا وحاجة كده في منتهى الجمال والحلاوة. وأهم خطوة هنا إن إحنا ما بننزلش بصوابع زينب في الشربات على طول، إحنا بنسيبها ترتاح كده وتهدى شوية وتبرد وبعد كده بننزل بيها في الشربات على طول، علشان لو نزلتها في الشربات على طول وهي سخنة هتطرى معاكِ والشربات ممكن يسكر معاكِ ويعمل معاكِ حبيبات كده. فأهم حاجة الشربات بتاعِك يبقى بارد، صوابع زينب اللي أنتِ عاملاها أهم حاجة تبقى هي كمان باردة، علشان تبقى مقرمشة معاكِ وجميلة. اوعي تنزلي بيها وهي لسه سخنة كده علشان ما تطراش معاكِ، والسكر ممكن يسكر معاكِ ويعمل حبيبات كده،
والوصفة بتاعتِك كلّها تبوظ معاكِ، فأهم حاجة اتبعي كل الخطوات علشان تطلع معاكِ ناجحة 100%. وطبعًا هنقلّبها كده كويس في الشربات، ولو عايزينها كده مسكّرة جامد وتشرب الشربات، سيبوها شوية كده حوالي دقيقتين كده والّا 3 في الشربات لغاية لمّا تشرب الشربات بتاعِك، علشان تبقى معاكِ مسكّرة كده وجميلة. لو بتحبي الحاجة مسكّرة أو لو بتحبي الحاجة هادية هتحطّيها في الشربات على طول وهتشيليها. وطبعًا مقادير الشربات اللي أنا عاملاها، حاطة كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونُص من المَيّة، وكيسين من الفانيليا، وعصرة نُص ليمونة، وحطيت المكونات دي كلها في حلة وحطيتهم على النار، وبعد ما يغلوا بنسيبهم 5 دقايق بس أو 7 دقايق بالكتير على النار، وبعد كده بنطفي عليهم النار وهنسيب الشربات بتاعنا الجميل ده لغاية لما يبرد معانا تماما. والأجمل بقى إنك تعمليه قبلها بيوم وتحطيه في التلاجة علشان يتقل معاكي ويبقى جميل. وتعالي ما أقولك بقى على أهم خطوة علشان تحافظي على قرمشة صوابع زينب اللي انت عاملاها الجميلة دي. أول حاجة وأهم حاجة إنك تسويها على درجة حرارة متوسطة علشان تستوي معاكي براحتها وتبقى معاكي مقرمشة من برا ومن جوه. وتاني خطوة أهم حاجة بعد ما تطلعيها من زيت تسيبيها لغاية لما تبرد معاكي تماما وتهدى كده، وبعد كده تنزليها في الشربات. وأهم حاجة الشربات بتاعك يبقى بارد، زي ما قلتلك الشربات بيكون بارد وصوابع زينب بتكون باردة كده معاكي علشان تفضل محافظة كده على قرمشتها وحلاوتها الجميلة دي كده. وبكده هتاكلوا احلى صوابع زينب، احلى من اللي انتوا بتشتروها من بره ب100 مره، وهتطلع معاكم ناجحه 100%. وجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. لو حابين اجرب معاكم اي وصفه اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هجربها معاكم، واستنونا مع فيديوهات احلى واحلى مع بيت الخير.